طعام، كاين فضول الكلام، وكاين عندنا فضول النوم، كثرة النعاس. ناعسة يا عباد الله، من نهار عقلنا وحنا ناعسين وما بغيناش نشبعوا. أتكلم عن نفسي، راه غريبة صاحبي، غريب وعجيب كيفاش أن الإنسان تقول ليه اليوم الباترون رئيسك في العمل راه تيقول لك إلا جيتي نهار الحد تخدم، ولا أصلا الحد كيكون عندك إجازة أسبوعية، إلا خدمتي نهار الحد شحال كيحسب لك الباترون؟ إما كيحسب لك 100% زايدة، إلا كنت بلاصة أخرى يقدر يحسب لك 50% على حسب قانون الشغل والقانون الداخلي ديال المؤسسة اللي أنت فيها. بنادم تيجي وتيخدم، تيقول لي أما تبغي تخدم نهار الإجازة وتعوضوا بنهار آخر من اختيارك، أو لا تخدم نهار الإجازة وما تعوضوش نهار آخر ونزيدك في الخلصة. كيقول لك نخدم نهار الإجازة وديك الساعة كيعزل شنو بغا وشنو ما بغاش. أجور مادية بحتة. وسيدي ربي في كل ليلة ينادينا في أشرف الأوقات، وهو الغني عنا ولا يحتاجنا. الباترون ديالك في الخدمة راه يحتاج إليك. علاش قال لك أزيد جد الخدمة؟ سيدي ربي لا يحتاج، بل نحن أحوج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفوق منها إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سبحانه جل جلاله. يعني ومع ذلك النداء الرباني في كل ليلة قبل من الفجر: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من هل من هل من. ولا يلبي النداء إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فضول النوم، تتنعس من 12 ديال الليل حتى 4 الصباح، وتنوض تصلي الفجر تعاود عاوتاني ترجع تنعس. معاش غتفيق فلان يبرزطني حتى واحد اليوم راه ما خدامش، تالين حتى ل 12. واه من 12 حتى ل 4 السوايع، وعاود رجعتي عاوتاني تكيتي نعستي مع 5:30 ديال الصباح وضربتي 10 السوايع. عنتر بنو شداد شنو انت كنخمروا فيك ولا شنو؟ وملي كيفيق كتقول اش غدير؟ كيقول لك نتكا شويه. الناس اللي كيقولوا فضول النوم راه كيزيدوا غير شويه. حنا راه ما فينا فضول النوم، صار النوم عندنا اصلا. والنوم قس عليه، اما النوم البدني ولا حتى النوم العقلي. وتحاك لنا المصائب ونغط في النوم، ولا حول ولا قوه الا بالله.